الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جايب لك بفضل الله في الرسالة دي هدية، اعتبرها أغلى هدية جات لك في حياتك كلها، والأكيد إن ده من رزقك لأنك طيب، ورضا كبير من ربنا عليك إنه بيوفقك للخير العظيم ده. في البداية كده عايزك تصلي على حبيبي وحبيبك سيدنا النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وتعمل إعجاب على الفيديو ده علشان يوصل لغيرك وتكون شريك في عمل الخير. وأوعى تنسى إن الدال على الخير كفاعله. طيب، إيه هي الهدية دي؟ اسمع القصة البسيطة دي في الأول، وأتحداك تفوت الهدية المعجزة دي من إيدك. اسمع. رجل يرى في منامه كل ليلة ملك الموت. كل ليلة يشوف في منامه ملك الموت بيشيله ويدخله الجنة. الله أكبر. كل ليلة على الحال ده. وفي يوم ملك الموت جاله في المنام كالعادة، ولكن ملك الموت قال له: أنا المرة دي جاي لك لأقبض روحك. قال له: أتيتك الليلة قابدا. فالراجل بيقول: وبالفعل ملك الموت قبض روحي، وبعد كده غسلوني. ركز معايا لأن ده كله بيحصل في المنام لسه. بيقول بعد كده غسلوني وكفنوني ودفنوني، خلاص بقى في القبر. بيقول بعدها على طول ظهر لي ملكان وأجلساني، قعدوني الاتنين وبقوا واقفين قدامي. الملك الأولاني بيسأل التاني، بيقول له: على ماذا نحاسبه؟ احنا هنحاسبه على ايه؟ قال له: سنحاسبه على اللعبة. ايه قصة اللعبة دي؟ اسمع بقى العجب كله في اللي جاي. قصة اللعبة دي إن صاحب القصة كان عنده محل ألعاب. ففي يوم من الأيام جات له ست ومعاها ابنها الصغير، عايزة تشتري لابنها لعبة. فبتقول له: بكام اللعبة دي؟ فبعد ما قال سعر اللعبة نزلت حاجة بسيطة في السعر علشان مش معاها غير المبلغ ده. يعني وليكن هو قال لها اللعبة ب6 جنيه، قالت له: ما ينفعش، ب5 جنيه ونص، وده اللي معايا. قال لها: لا، على الرغم انه كده كده كسبان برضه، ولكن قال لها لا وكسر بخاطرها. فالملاك قال له: انت كسرت بخاطرها على الرغم ان كان ممكن تجبر بخاطرها. وراح الملاك ضربه ضربة. الراجل بيقول: الضربة دي كسرت جميع ضلوعي، ولسه عايز يضربني تاني. لقيت راجل ظهر فجأة ودافع عني، ووقف بيني وبين الملكان. فالراجل صاحب القصة فرح فرحة ما فرحهاش في عمره كله. فبيبص للراجل ده وعايز يسأله: انت مين؟ فالراجل بدون مقدمات قال له: لا تقلق، فأنا عملك الصالح. أتيتك يعني أنا جاي لك مخصوص بسبب عمل انت بتعمله في حياتك. ايه هو العمل ده واللي كل مسلم يتمناه علشان اللحظة دي؟ الراجل قال له: أتيتك لأنك كل ليلة تقرأ سورة الملك. أنا جاي أدافع عنك علشان السبب ده بالتحديد فقط. الله أكبر. طيب، هل الكلام ده فعلا صحيح؟ والراجل ده صادق في كلامه؟ وسورة الملك فعلا بتعمل كده؟ اسمع بعد ما تصلي على حبيبك النبي. قال لنا إيه النبي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في القرآن سورة 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي سورة تبارك، اللي هي سورة الملك. هتقول لي قد إيه ال30 آية دول؟ هقول لك صفحة وش وظهر، ما تاخدش منك 5 دقايق. ولو واظبت عليها كل ليلة تشفع لك وربنا يغفر لك جميع ذنوبك، يعني تدخل الجنة على طول. تاني حاجة،
وهو إن سورة الملك هي السورة المانعة، وده الاسم المعروف بين الصحابة. سورة الملك هي المانعة. طيب، هم جايبين الكلام ده منين؟ يعني هم قعدوا مع بعض كده وقالوا احنا هنسمي سورة الملك بالمانعة؟ لا طبعا، ده كلام حبيبنا وسيدنا عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وده ختم التأكيد، الختم اللي يطمن قلبك. ليه؟ لأنه لا ينطق عن الهوى عليه السلام، ده كله كلام بوحي من الله عز وجل على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. قال إيه النبي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: سورة تبارك هي المانعة، المانعة من عذاب القبر. ما قالش هي المخففة، يعني هتتعذب حاجة بسيطة، لا، ده اللي هيقرأ كل يوم سورة الملك قبل النوم مثلا، أو كل ليلة عموما، ده كده مفيش أي خوف نهائي بالنسبة له من القبر وعذاب القبر. يعني مش هتشوف في القبر إلا نعيم بس. يعني كده سورة الملك تخليك منعم في قبرك وما تشوفش عذاب نهائي، وكمان تغفر لك أمام الله عز وجل وتدخلك الجنة. ده معناه إن السورة دي فيها النجاة الحق، هتنجو من عذاب القبر، هتنجو من عذاب الآخرة، وهتدخل الجنة. يعني ببساطة ده السؤال اللي لو جاوبته تنجح في اختبار الدنيا. اللي عارف قيمة الصورة دي والهدية دي من الله عز وجل استحالة يفرط فيها، استحالة يفوتها في يوم. هتقول لي أصل أنا بكسل، أصل أنا بنسى. أقول لك ده الأكيد، وأنت لازم تبقى عارف إن ده أكيد هيحصل لك. طيب ليه؟ لأن الشيطان استحالة ثم استحالة ثم استحالة يخليك تفوز بالجائزة العظيمة دي يوميا. ليه؟ لأن أنت لو عملت كده يوميا يبقى هو كده انتهى، اتدمر، خسر كل شيء. ليه؟ لأن الشيطان كل هدفه في الحياة إنه يخليك بعد الموت تتعذب في القبر، وبعد كده تتعذب في الآخرة. والصورة دي هتمنع عنك عذاب القبر، وكمان هتمنع عنك عذاب الآخرة. وده هيخلي الشيطان يستخدم جميع الأساليب علشان تفوت الصورة دي وتنام على طول وما تقولهاش في يومك. هيحسسك بالكسل والخمول وإنك مش قادر تقرأ، وهيقعد يقولك نام، انت تعبان، انت مجهد، قولها بكرة، مش مهم تقولها النهاردة، مش هيحصل حاجة. انت لو عايز تقوم تهد جبل هتقدر، ولكن في اللحظة دي هيحاول يعجزك نهائي، وخليك متأكد ان الموضوع هيبقى صعب ومحتاج جهد منك. على الرغم ان الصورة دي مش هتاخد معاك 3 أو 4 دقايق، نقول 5 دقايق، على الرغم انك الاكيد ممكن تقراها في اقل من كده. ليه؟ لانها ببساطة صفحة وش وظهر. طيب، نيجي بقى لأهم نقطة، ايه العمل وايه الحل؟ في الاول كده لو انت بتنسى، فبدايتك انك تشوف ميعاد نومك امتى وتعمل منبه على الميعاد ده، واول ما التليفون يرن، حتى لو مش هتنام وهتعمل حاجة وهتفضل صاحي، اقرأ السورة برضو، علشان كده تبقى عملت اللي عليك. لانك كده كده هتنسى بعدين، والشيطان هيخليك تنام من غير ما تقراها، وده الاكيد. طيب، لو انت مش بتنسى، ساعتها كل اللي عليك قبل ما تنام تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتقرأها. وفي الأول اللي هو حوالي أول أسبوع كده هيبقى الموضوع صعب جدا بالنسبة لك، لأن الشيطان زي ما قلت لك هيحاول يمنعك، فأنت هتجاهد نفسك وهتيجي على نفسك، ده فقط بإذن الله في أول أسبوع. أتحداك إنك تفوتها بعد كده قبل النوم. ده غير الخير العظيم اللي هتشوفه في حياتك بسبب سورة الملك، وده عايز له حلقة خاصة لوحده.
ولكن من أهم فوائد وفضل سورة الملك إنها هتبعد عنك المعاصي، هتقوي عزيمتك بمعنى الكلمة. هتقوي عزيمتك ضد إيه؟ ضد أي معصية. تكبر المعصية في عينك فما تعملهاش، تكرهك في المعاصي. وفي النهاية، علشان ما ينفعش حد يفوت الخير العظيم ده ونبقى قفلنا كل الأبواب إنك ما تقرأهاش، وهو إن حتى لو حد بيسمعني ما بيعرفش يقرأ، اسمعها. هات تليفونك وشغل سورة الملك وحط التليفون جنبك واسمع بتمعن وتدبر، وخليها عادة يومية قبل النوم. السورة هتاخد منك حوالي 5 دقايق أو 7 دقايق سماع. وفي النهاية عايز أقولك، اخدم نفسك وما تفوتش الهدية دي، لأنك لو انتظمت على الهدية دي بمجرد ما تنزل تحت مش هتبقى خايف من حاجة. أكتر حاجة تلملم شتات قلبك وتخرج المحن والأزمات من حياتك هو الذكر. الذكر هو بداية طريقك لأي خير وراحة بال في حياتك، ومفيش طريق تاني. قال الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كثرة الذكر في الدنيا توصلك لمرحلة إنك تحقق كل اللي بتتمناه، تحقق أهدافك، تحقق أحلامك، لغاية ما توصل لوقت أنت مطمن وراضي فيه عن كل شيء، تقول يا رب أنا مش عايز أكتر من كده. ده غير إن الذكر بيوصل قلبك بالمدد الإلهي، بالله عز وجل، وده بيخليك دايما في حماية وتوفيق وستر من الله عز وجل. كمان الذكر هيطمنك ويسعدك في الآخرة، مش بس في الدنيا. لما تشوف جبال الحسنات بسبب كثرة ذكرك في الدنيا. طيب، ايه اللي انا جاي اقوله لك النهاردة وانا شايف ان ده مهم جدا لأبعد أبعد الحدود؟ اللي جاي اقوله لك وهو ان الأذكار المهمة اللي اغلبنا حافظها، بعد ما بنحفظها بنقولها فترة وبعد كده بننساها، او في الاغلب الشيطان بيخليك تسيب الذكر ده. وده بسبب ان في اذكار اجرها عظيم لابعد الحدود وما بتاخدش من وقتك دقيقة، ولكن احنا بنفرط فيها وما بنقولهاش، على الرغم ان الدقيقة دي ممكن تغير حياتك واخرتك 180 درجة. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خصلتان لا يداوم عليهما عبد مسلم إلا دخل بهم الجنة، وهم يسير ومن يعمل بهم قليل. فالصحابة قالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال: يسبح دبر كل صلاة، يعني بعد كل صلاة تصليها يسبح 10 ويحمد 10 ويكبر 10، فتلك 150 باللسان و1500 بالميزان، لأن هم كده 30. وبعد كل صلاة يعني 5 صلوات يبقى 150، وفي الميزان 1500 يعني 10 أضعاف. بعد كده النبي قال: ولا يأتي إلى الفراش إلا يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 34، فتلك 100 باللسان و1000 بالميزان، يعني 10 أضعاف برضه. فالصحابة بيقولوا للنبي: يا رسول الله، كيف هم يسير ومن يعمل بهم قليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي الشيطان إلى أحدكم فينيمه قبل أن يقولها. يعني الشيطان يجي لك قبل ما تقول 100 اللي قبل النوم، ينسيك ويكسلك ويخليك تنام. ويأتي الشيطان بعد الصلاة فيذكره بالحاجة قبل أن يقولها فتفوته. يعني بعد ما تخلص صلاة يفكرك بحاجة مهمة قوي وتحس إن أنت مستعجل، فتقوم بسرعة وتنسى تقول ال30 تسبيحة اللي هم أصلا مش هياخدوا من وقتك ثواني. بس هي دي
لعبة الشيطان. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا ويعلم الصحابة إن الأعمال اليسيرة دي والأعمال البسيطة دي اللي ممكن ما تاخدش منك ثواني